خلاص يا هدى ماما مش حباكي خلاص. خلاص يا جدعان، ما بقول لكم امشي. ماشي ما تخليناش وتمشي استبر احنا خلاص يا جدعان بجد والله العظيم، يعني انا زهقت والله العظيم. يعني كده هعمل ايه يعني؟ ممكن تتكلمي من وراه. لا مش هتكلم من ورا حد، طالما ماما انا عارفه ان هي تتكلم معايا خلاص. خلاص انت فين امبارح اللي انت تطلعي تقعدي تغني معانا؟ ما هو ده بقى اللي احنا كنا متفقين عليه. ايه اللي حصل؟ خلى الموضوع يتقلب وكل واحد فينا ما ينفعش ان هو يطلع عندكم. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ ايه يا جدعان؟ ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. ده اول فيديو على القناه معانا انا وهدى، على قناه مين فيكم؟ دي قناه مين؟ على قناه روان ودنيا. عموما يا جماعه النهارده جايه اقول لكم بقى قبل اي حاجه اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس واعملوا شير كتير قوي قوي، وهتلاقوا تحت في الديسكربشن الاكونتات بتاعتنا والقنوات بتاعتنا. تدخلوا على الانستجرام تعملوا فولو وعلى القناه تعملوا اشتراك. عايزه اقول لكم بقى ان النهارده المقلب في مين؟ المقلب النهارده في هدى. فاحنا هنعمل فيها المقلب وهنشوف رد فعلها. المقلب ايه هو؟ المقلب اللي المفروض هدى جايه ان هي هتقعد معاهم وتتغدى معاهم وكده، ومش عارفه ان انا جايه اصلا. ماشي، هتقول هدى او هدى مين؟ دنيا او روان هيقولوا ان مامة روان مش عايزاها، مع ان مامة روان بتحبها جدا وهي 24 ساعه عنده وبتدلع هدى يعني وهتتفاجئ بقى وهتتفاجئ ان انا جيت، وهتتفاجئ كمان ان انا طالعه معاهم وجايه مع دنيا وروان. تمام، ان احنا هنطلع ميسون ومش هنطلع هدى. اول ما تيجي بقى نفتح لكم الكاميرا ونظبط الكاميرا ونشوف المقلب ورد فعلها ايه. دلوقتي هي هدى جايه واحنا ثبتنا التليفون وهي طبعا مش هتشوف. جايه ورا. بنتي يا بنتي كل ده قادره يا بنتي، ده جبنا الدنيا على اول الشارع. عماله ارن على يوسف ما بيردش. يا حبيبي يا جيدي هتعملوا ايه؟ لا صدقوا يا جدعان عشان امي. مالي مالهم مش يعني فاهميها ازاي النهارده هنطلع نقعد عند روان؟ بصراحه يا هدى هنهزر بقى يا ستي، هي بتهزر دي ولا ايه؟ بتهزر ايه؟ اهزر في ايه يا بنتي؟ انت مش لسه مفهماكي. بصي يا ماما جت احنا كنا قايلين ان احنا هنطلع نقعد فوق وماما مش موجوده وكده عشان نقعد براحتنا ونصور وكده، وامي جت فماما جت فجاه وماما قالت لنا ما بحبش هدى وهدى دي ما بتاخدش عندي البيت تاني. هنهزر ولا ايه يا جدعان؟ ما احنا كل مره بنقعد مع امها عادي، فيها حاجه يعني؟ لما سمعت عني كذا حاجه راحت سمعت مصوره. كذا حوار كده وقالت حوارات وما تجيش. ايه ده ايه ده ايه ده؟ سمعت عني ايه بقى؟ تعالي خدي انت هنا احكي لي. سمعت عني ايه؟ هي اللي جت قالت لي. انا مش مفهماكي. طب ما تقولي لي انت يا روان، مش عايزاني اطلع عندكم ليه؟ هي ما بصراحه يا هدى ما بتحبكيش. ستي دي اخر مره كانت عايزاني ابات عندكم. هي ما اتكلمتش. هي جت اخر يومين كده ما قالت لي ما تكلمش هدى تاني اصلا. فاحنا دلوقتي كلمتها قلت لها حصل 1 2 3 وهدى جايه تتغدى معانا، قالت لنا لا هاتوها وانا مش في البيت. ايه يا جدعان؟ انا مش فاهمه يا جدعان، انتوا اول مره تقولوا لي كده بصراحه. انا مش فاهمه لكم. مش فاهمه ايه يعني انتوا كذا مره احنا بنبقى قاعدين مع بعض ما فيش اي حاجه، اول مره امك تقول كده. ايه اللي خلاها مره واحده اتقفلت مني يا جدعان؟ هي سمعت كذا حوار راحت هي قالت انا مش عاوزه هدى دي تدخل. طب ما هو الواحد بيسمع لازم لما يشوف يتاكد يعني. وانا اتضايقت لسه روان بتحكي لي فاتضايقت. يعني انت موافقه على الكلام ده يعني؟ انا كنت هفهمها بس هي بتقول لا هي ما تطلعش، فهي مش محتاجه حد يفهمها، فاهمه؟ خلاص يا جدعان براحتكم. لا مش براحتنا. لا براحتكم والله. ستي اصل فاهمه يعني امك المفروض يعني حتى لو سمعت عني حاجه المفروض تكلمني تقول لي حصل 1 2 3، مش مره واحده كده تقول لك ما تطلعهاش. عادي عادي انا همشي اصلا. اقفل كده يا يوسف احنا ممكن وميسون جت الطريق وهنطلع كده. ايه يا سيدي؟ يلا. ايه ده ثواني، انتوا ما تقوليش ان هي ايه ده؟ يعني يا ميسون طالعه عندكم وجت عليا انا وتقولي لي امك ومش امك؟ ما انا قلت لك عشان هي سمعت كذا حوار. طب ما ايه يا دنيا؟ ما سمعت كذا حوار في ايه يعني؟ يا بنتي هي امي قالت مش عايزه هدى تطلع عندنا تاني. ليه؟ فاحنا قلنا لها عشان حصل كذا حوار وسمعت كذا حوار، فانت عارفه ان مامة روان ما بتحبش الحوارات ما تدخلش حد عندها بسبب كده. هو المفروض يا ستي مش لما يسمعوا حاجه يجوا يكلموني يقولوا لي احنا سمعنا عنك 1 2 3. خلاص يا هدى نعمل ايه يا هدى؟ ما انا ما اعرفش، قايلين لي ان هم سمعوا عني كذا حاجه وامها قالت لها ما تطلعيش هدى هنا تاني. خلاص يا هدى ما مش معاك. تفرضيش نفسك على حد، روحي بس خلاص يا ستي نروح عايزين حاجه. خدي يا هدى. لا خلاص يا جدعان طب احنا بنتكلم يا هدى. بنتكلم على فكره.
يا بنتي خدي، مش هنجري وراكي ها؟ المفروض تتكلموا، مش هنجري، تعالي. المفروض تتكلموا والله. طب خدي يا هدى، صوتنا يقلق في الشارع. يا ميسون طب ما تتكلمي يا ميسون، ما انت عارفه عني كل حاجه، يعني هو انا فعلا فيا حاجه؟ اتكلم اقول ايه طيب؟ طب ما اعرفي، طب حتى في ايه؟ ايه يا جماعه اللي حصل؟ طب انتوا سمعتوا عنها ايه يعني؟ معرفش. ما هدى على طول عندكم. هي على طول عندنا، بس هم قالت اكتر فتره ما تمشيش مع الناس. خلاص يا هدى ماما مش حباكي خلاص. خلاص يا جدعان، ما بقول لكم امشي. ماشي، ما رجعتوني. تخليناش وتمشي ستيبر، احنا بنتكلم. خلاص يا جدعان بجد والله العظيم، يعني انا زهقت والله العظيم، يعني كده هعمل ايه يعني؟ انتوا بتتكلموا من وراه. لا مش هتكلم من ورا حد، طالما ماما انا عارفه ان هي تتكلم معايا خلاص. هي- خلاص متفقين امبارح ان انت تطلعي وتقعدي تغني معانا ما هو ده بقى اللي احنا كنا متفقين عليه، ايه اللي حصل؟ خلى الموضوع يتقلب، وكل واحد فينا ما ينفعش ان هو يطلع عندكم وما تقعدوش معانا. ما ايوه انا دلوقتي بكلمكم في حاجه نرفزتني يا جدعان، يعني انت احنا دلوقتي قلنا لها اللي احنا ما تعصبنيش يا روان، يعني انا دلوقتي لو بتكلم، لو جيت قلت لك امي مش عايزاكي ان انت تقعدي معايا تاني، اكيد في سبب. ايوه انا قلت لك السبب. ممكن إيه تكون بس؟ انت بتاعت حوارات او هي زهقت من الحوارات. ايوه ما هي هدى كده بتاعت حوارات. خلاص بس انا مش بتاعت حوارات. اه بتاعت حوارات. انا بتاعت حوارات. واللي عندك اعملي. ايوه انا بقى بتاعت حوارات يا ست، خلاص طالما انا بتاعت حوارات محدش يتعامل معايا. هو انت ليه بتبعدي يا هدى؟ ايوه عشان بيقولوا ان المسي كوفي بس هنا كده. عشان انتوا بتقولوا ان انا بتاعت، طب خلاص انا بتاعت حوارات، ايه اللي جاب لكم ان انا اجي لكم بقى؟ احنا قلنا تاني، احنا ما كناش نعرف ان امها جايه. طب هي خلاص ماما امها دي جت حاجات. قالت مش عايزه هدى تيجي صح؟ اه خلاص انا همشي. احنا مش عايزينك تزعلي في نفس الوقت ان هي قالت لا كده. يا ست، انا بقى بقعد مع امك واعرف بقى الموضوع ده. خلاص عشان ايه؟ يلا احنا نطلع يا جماعه. خلاص يا جدعان، خلاص يا جدعان بجد، خدي يا هدى. خلاص يا جدعان والله. خدي يا هدى. ماشي. طيب خدي. خلاص بجد خدي. والله. يا ست بنصور مقلب يا ست. يا لهوي على القلم. بس يا هدى. عارفه القلمه اللي هي بتديها لك جت تداني دلوقتي. خلاص انت عارفه امي بتحبك يا هدى. يا جدعان امي بتحبها وربنا. انت قلبك والله العظيم امي بتحبها وهي عارفه بحاجه زي كده. لا شواحه بالامر. بس يا جماعه بصوا اقفلي الفيديو. يلا في الفيديو اكتمي. جماعه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وانزلوا تحت في الديسكربشن هتلاقوا كل اللينكات بتاعت القنوات بتاعتنا، وقولوا لنا في واكتبوا لنا عاوزين نعمل ايه الكومنتات تاني. عايزين مقالب في مين وايه المقالب وتحديات ايه، ماشي عشان نخرب الدنيا الفتره الجايه.